من شوية دونالد ترامب طلع بتصريحات صحفية جديدة أعلن فيها تمديد المهلة اللي كان قالها قبل كده قبل قصف منشآت الطاقة الإيرانية، بدأت ب 48 ساعة وبعدين بقت 5 أيام، ودلوقتي بيقول لك نخليهم 10 أيام عشان خاطر الحكومة الإيرانية اللي احنا انتصرنا عليها ودمرناها ودمرنا جيشها وبحريتها ومحيناها من الوجود طلبت مننا كده. الحقيقة إن الراجل ده دلوقتي مزنوق زنقة الكلاب حرفيا، لا هو قادر ينفذ تهديده بضرب محطات الطاقة ولا هو قادر ينسحب ويضيع هيبته، فقرر يشتري وقت بأي ثمن لحد ما يجمع شتات قواته اللي جاية للشرق الأوسط في محاولة بائسة لترميم صورة حملته العسكرية الفاشلة. طب قال لك إيه التقرير؟ حسب كلام التقرير إيران هي الفائز لحد دلوقتي في الحرب دي لسبب بسيط، وهو إن يونايتد ستيتس وإسرائيل ما حققوش أي هدف من أهدافهم حتى الآن، والأحداث على الأرض لا تسير في صالح الولايات المتحدة كما كان متوقع، بالإضافة لأن ارتفاع أسعار البنزين والسلع جوه أمريكا نفسها بقى حاليا بيشكل ضغط شعبي رهيب على ترامب. في نفس الوقت إسرائيل مش عايزة الحرب تخلص دلوقتي لأنها شايفة إنها لسه ما حققتش أهدافها وعايزة تكمل ضرب إيران، وإيران استغلت ده بذكاء وبدل ما تهدي اللعب زودت الهجمات عليهم وبتحاول تطول أمد الحرب عشان تضغط اقتصاديا على العالم، خاصة بعد ما أثرت على النفط والغاز اللي جزء كبير منهم بيعدي من مضيق هرمز، والنتيجة إن العالم كله بقى شايف إن أمريكا وإسرائيل هم السبب في الأزمة، وده مدي لإيران قوة سياسية أكبر، وبسبب ده فكل ما الحرب تطول كل ما فرص انسحاب أمريكا تزيد، وساعتها إسرائيل ممكن تلاقي نفسها لوحدها في المواجهة، وده بالظبط اللي إيران عايزاه، وعشان كده رافضة كل شروط أمريكا في التفاوض، وده مش سايب لترامب أي مخرج من المأزق ده غير إنه يخطط لغزو بري للجزر الإيرانية عشان يحقق أي انتصار، وبالفعل حشد أكتر من 5000 جندي من نخبة الجيش الأمريكي جايين دلوقتي للشرق الأوسط. قامت إيران ردت على ده بإعلانها عن بدء حشد أكتر من 1,000,000 جندي لمواجهة الحرب البرية مع أمريكا، وكمان جهزت نفسها كويس قوي للمعركة ولغمت جزيرة خرج كلها، والقادة الإيرانيين بيقولوا له تعالى يا صاحبي احنا محضرين للمعركة دي ومستنيينها بقالنا أكتر من 40 سنة. ولو بصيت بصة على أرقام الخسائر الأمريكية في الميدان هتلاقي أرقام صادمة أعلنت عنها قيادة الأركان الإيرانية من شوية. حسب كلام الإيرانيين وحساباتهم خسائر أمريكا وصلت لمئات القتلى في صفوف الجيش الأمريكي وأكتر من 5000 جريح حتى الآن، بس احنا مش هنصدق الإيرانيين، دول كدابين يا عم، سيبك منهم خالص. تعال نشوف كده تقرير ذا نيويورك تايمز اللي فجر قنبلة تانية من كام ساعة لما وصف القواعد الأمريكية في الخليج بأنها أصبحت خارج الخدمة وتحولت إلى ركام، لدرجة إن الجنود الأمريكان دلوقتي بقوا بيشتغلوا من فنادق ومكاتب وسط المدنيين في الخليج، والحال عند الصهاينة يبدو إنه أسوأ، وده برضو مش كلامي ولا بألف عليك. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير طلع من شوية في اجتماع بين قادة الجيش وكان حضره بنيامين نتنياهو نفسه، وقال إن الجيش الإسرائيلي حاليا بينهار من الداخل وإن الاحتياطي مش هيقدر يكمل وفي نقص شديد في القوى البشرية، وقال بالنص كده أنا أرفع 10 أعلام حمراء، قصده يعني جرس إنذار أو ريد فلاج بالتعبير الغربي.